طبعا بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير مدينة الرقة من رجس الإرهاب والإرهابيين، هؤلاء الذين عبثوا بالبنية التحتية ومن خلال تدخلاتهم بالشؤون الناس وشؤون المجتمع، ومن خلال فرض سياسات رجعية، يعني سياسات حقيقة تعود إلى القرون الوسطى من خلال ممارسات إرهابية على كاهل المجتمع. فرأينا طبعا من خلال حقبة سيطرة داعش وفصائل المختلفة، ومن خلال سلوكيات الإجرامية التي كانت يمارسونها، حقيقة كان هنالك استياء. طبعا هذا الاستياء عند دخولنا لمدينة الرقة وعند تحريرها نتذكر تلك المشاهد، كيف أن المرأة الرقاوية الأصيلة كيف أنها قامت بإزالة الستار الأسود وما كانت ترتديه طبعا، واحتفائها بقدوم قوات سوريا الديمقراطية. حقيقة تلك المشاهد كانت مشاهد حية ومشاهد بشكل من الأشكال يوحي إلى موروث مدينة الرقة من الناحية الاجتماعية. هذه المدينة التي كانت كل الشرائح والفئات المجتمعية في تكاتف وتعايش وتعاضد وتعاون بينها، المدينة التي تحمل ثقافة العيش المشترك يعني منذ الأزل. ولكن هؤلاء من خلال هذه السياسات الأطراف المختلفة التي سيطرت على داعش إنما أرادوا إحداث الشرخ بين النسيج الاجتماعي لهذه المدينة، وحاولوا إطفاء كل ما هو دخيل لتمريرهم إلى صلب ثقافة هذا المجتمع. ولكن يعني إذا ما قارنا خلال حقبة هؤلاء الإرهابيين وبعد دخولنا المدينة الآن بمشاهدة وباعتراف كل الشرائح المجتمع، باعتراف معظم الأهالي المدينة، الآن المدينة بعد ما أن كانت عبارة عن كومة من الركام، وبعد أن كانت مدمرة بنسبة أكثر من 80%، الآن نرى هنالك نهضة عمرانية، نرى المدينة التي تمتلك كل مقومات الحياة. هذه المدينة الآن الناس كل الشرائح الاجتماعية المختلفة، العشائر الآن إنما يعيشون بأمن وأمان، هنالك رخاء، هنالك حياة حقيقة في هذه المدينة. يعني نستطيع أن نقول إنها المدينة التي لا تنام. يعني مثال صغير، يعني الآن مثلا إذا في يعني منتصف الليل وفي أواخر الليل، إذا ما أردت أن تحصل على أي شيء فترى المدينة هي يعني تستمر بالحياة وكل المحلات. فحقيقة هذه الإشارات وهذه الإيحاءات إنما يعود على أن هذه المدينة الآن هي تمتلك كل مقومات الحياة، وهذا بكل تأكيد إنما أتى بفضل الإدارة الديمقراطية، الإدارة المجتمعية التي ساهمت وقدمت جل خدماتها حتى تكون هنالك استقرار وحتى يكون هنالك نهضة عمرانية. فالآن إذا ما توغلنا إلى داخل المدينة، داخل الأحياء، وإذا ما قمنا بجولة فسوف نلاحظ ونرى هنالك ارتياح. يعني فهذا الارتياح يعني يوضح مدى تفاني هذه الإدارة ومدى قدرة التعاطي بالنسبة لهذه الإدارة مع الشرائح، عكس ما كانت في الفترات الماضية. هذه الفترات الحقيقة يعني مثل ما ذكرت، يعني دائما كان هنالك إقصاء، كان هنالك تهميش، كان هنالك سياسات فرض الأتوات، كان هنالك
يعني السياسات الرجعية التي تفرض على المرأة. فكل هذه السياسات إنما كانت هي سياسات منافية للمرحلة، وهي منافية للقيم ومبادئ السامية للإنسانية، حتى هي مخالفة للعرف والعادات الموجودة بالمدينة. ولكن الآن يعني نستطيع أن نقول مستوى الأداء، مستوى الخدمات، مستوى الرخاء إلى حد ما هنالك مستوى مقبول. ولكن هذا الشيء لا يعني أن الإدارة هي لا تقوم يعني بمتابعة ومحاسبة المقصرين والمسيئين لمفهوم الإدارة المجتمعية، وحتى الأداء البطيء بالنسبة لأداء الخدمات يعني. فالإدارة الآن بكل مفاصلها، بكل قطاعاتها، من قطاع الإدارة المحلية، من خلال البلديات، من خلال المجالس الشعبية، من خلال الكومينات، تقوم يعني بقدر المستطاع لتأدية واجبها وقيام بمسؤولياتها التاريخية الملقاة على عاتقها من خلال هؤلاء المنخرطين ضمن الإدارة. وبكل تأكيد هنالك يعني سلبيات هي مرافقة يعني لعملية ترسيخ مفهوم الإدارة المجتمعية، وغالبا ما تكون هذه السلبيات هي متعلقة بالأشخاص، يعني هؤلاء المتواجدين في كل المستويات، يعني هؤلاء الذين إلى الآن يعني لم يتبنوا فكر الإدارة المجتمعية، ولم حقيقة لم يرتقوا إلى مستوى الأمانة الموكلة على عاتقهم من قبل المجتمع. طبعا الإدارة تقوم دائما بإطراء التغييرات، وتقوم دائما بتوجيهات ومحاسبة هؤلاء، لأنه دائما هنالك القاعدة الأساسية. هذه القاعدة يتوجب علينا ككل القائمين على الإدارة بكل المؤسسات والقطاعات أن نكون على قدر المسؤولية التاريخية، على قدر ما قدموا هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس حتى يحرروا هذه المدينة. ويعني ندرك ذلك حجم التضحيات يعني في تحرير المدينة. لذلك يتوجب علينا كإداريين، كمنخرطين ضمن المؤسسات، أن نكون على قدر هذه الأمانة.